السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منافس ميسي يتحسر على خسارة لقبه. أعرب الهولندي باس دوست مهاجم سبورتنج لشبونة عن سعادته بقدرته على منافسة الأرجنتيني ميسي هداف برشلونة التاريخي على جائزة الحذاء الذهبي. وحقق ميسي جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه بعدما سجل 37 هدف في الدوري الإسباني متفوقا على باس دوست الذي سجل 34 هدف في الدوري البرتغالي. وقال دوست: قبل شهرين من نهاية الدوريات الأوروبية كنت الأكثر تهديفا، ولم أتوقع أن يستطيع ميسي أن يتعداني تهديفيا، لكنه فعل وأحرز العديد من الأهداف واستطاع الظفر بالحذاء الذهبي. الخبر الثاني: مدافع ريال مدريد يعلن انتهاء أزمته مع بيكي. أنهى دانيال كارفاخال ظهير أيمن ريال مدريد الجدل حول الأزمة المثارة بينه وبين زميله في منتخب إسبانيا جيرار بيكي مدافع برشلونة. وصرح كارفاخال عبر محطة TVI الإسبانية: لقد استقبلنا بعضنا بالأحضان في معسكر منتخب إسبانيا، وهي خطوة بعيدة عن أي ترتيبات مسبقة، بل أمر معتاد دائما، وسنحاول سوية الفوز على مقدونيا. وعن صافرة الاستهجان ضد بيكي في مباراة كولومبيا الودية، قال مدافع ريال مدريد: دائما ما يتعرض بيكي للهجوم والانتقادات، لكن يبذل أقصى ما لديه مع منتخب إسبانيا، ودائما يقدم مستوى رائع أيضا مع ناديه. الخبر الثالث والأخير: مقارنة لتشافي هرنانديز تحزن جمهور برشلونة. أنهى نادي برشلونة هذا الموسم ببطولة كأس ملك إسبانيا وأيضا وصيف الليغا، وفي أبطال أوروبا خرج من دور ربع النهائي على يد يوفنتوس. وظهرت مقارنة بهذه الأيام صادمة بخصوص خط وسط برشلونة، وتقول أن في هذا الموسم خط وسط برشلونة جميعهم صنعوا 7 أهداف فقط، أما في عام 2009 صنع تشافي هرنانديز لوحده 32 هدف. ويعاني برشلونة من ضعف لاعبي خط الوسط بعد رحيل تشافي هرنانديز وأيضا كوبرسن إنيستا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.